بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. اخبار نادي الزمالك. للاسف الشديد ما زالت ديول القضايا اللي في الفيفا اللي على الزمالك ما زالت مستمره وبتهدد نادي الزمالك رغم حصولنا على الرخصه الافريقيه. مشاركه في دوري ابطال افريقيا لسه الديول شغاله. موضوع التسويات، الزمالك محتاج الشهر ده مليون دولار عشان بعض اللعيبه وبعض الانديه. مليون دولار، لو ما سددش المليون دولار يبقى هتقدم شكاوى جديدة للفيفا ضد الزمالك، ممكن تعرضوا لعقوبات أكبر. خلي بالك الزمالك عنده 2 إيقاف تأديبي بسبب لاعب واحد بس، صلاح الدين مصدق، اللي كان ممكن تخلص الموضوع بتاعه في ثانية، اللي بدل ما كنت هتديله مثلا حوالي 200 300 ألف دولار بقى عليك 800 و 880 ألف دولار، خد نصهم ولسه نصهم، ومتمسك ان هو ياخد فلوسه في معتها، والانديه متمسكه انك اتفقت معاها وبعتوا لك مخالصه قدرت تاخد منها الرخصه الافريقيه. يعني الناس تعاونوا معاك، انت مطالب بمليون دولار عشان التسويات، ودي ازمه جديده. لا، وانت عندك بقى مستحقات اللعيبه. طب انت هتبعت المليون دولار ولا هتدي اللعيبه مستحقاتهم وانت ما عندكش فلوس؟ ده حتى موضوع حسام عبد المجيد طلع بالتقسيط، مش عارف مين العبقري اللي عمل 1.5 مليون دولار، 1.5 مليون بالتقسيط. مبلغ زهيد بالنسبه للاعب دولي. تابعت امام عاشور ب 3 مليون دولار من 3 سنين، وكان فاضل له في عقده مش عارف سنه ولا 6 شهور، وما كانش في المنتخب. لكن انت جاي لك لاعب دولي وبعته 1.5 مليون دولار ومش عارف تاخدهم لحد دلوقتي، مش عارف تاخد الفلوس لحد دلوقتي. 1.5 مليون دولار مش عارف تاخدهم. فانت كل شويه تخش في ازمه، تخش في ورطه، مبقاش عندك موارد، مفيش شركه كوره، مفيش موارد، مفيش شركه كوره. وفي ناس اختفت من المشهد، يعني الكابتن هشام نصر مقموص، ربنا يشفيه ويعافيه. ليه؟ عشان موضوع شركة الكورة، عشان المليار و800 ألف دولار و800 مليون دولار اللي كانوا معروضين من إحدى أو 60% بتوع المستثمرين اللي كانوا جايبينهم، وبعضهم من المملكة العربية السعودية. أنت مطالب، أنت في أزمة، في ورطة جديدة، تهديد جديد لنادي الزمالك. مش ممكن في الوقت اللي أنت عايز تلم فيه الدنيا. هتلم فيه الدنيا إزاي؟ إنك تدفع مستحقات اللعيبة تاني وتالت ورابع وخامس. الفترة اللي فاتت دي كلها ما عملتش بداية فترة إعداد عشان اللاعب ما خدش مستعده. طب أنت بدأت فترة إعداد ومتأخر، كان الله في عون أتم الجمال اللي هو فيه. راجل في أزمة، يعني الوقت ضيق جدا، الدوري هيبدأ 20 أغسطس، وبعدين اللي شايفين الصياح. البيان بتاع النادي الأهلي زي ما أنا وصفته، العيار اللي ما يصيبش يدوش. الأهلي بيطلع عين الحمر لاتحاد الكورة من الأول كده. صح، اتحاد الكورة تجاهل، ما ردش. هل الأهلي بقى ينسحب من كأس مصر، ينسحب من كأس السوبر المصري؟ لكن أنت خد بالك وخليك صاحي وخليك واعي، لان انت انطلت في قلب البيان دي بطريقه غير مباشره. الانديه اللي بتطلع الرخص، الانديه اللي ما بتدفعش الديون، الانديه. طب والانديه بقى اللي هي بتغير العقود، بتبقى العقود في اتحاد الكره بحاجه والعادي الحقيقه حاجه تانية خالص نهائي، دي ما تتحسبش يعني. فطبعا البيان طلع اصلا عشان تصريحات المهندس هاني أبو ريد اللي اشاد فيها بنادي الزمالك، اللي قال نادي الزمالك الوحيد اللي مسدد ديون واكتر واحد مسدد ديون، اللي قال لك العقود بتاعته صحيحه. هي دي القصه كلها. القصه كلها ان ما زادتش الانديه الافريقيه، الانديه اللي بتشارك في دوري ابطال افريقيا، من 2 ل3. هي دي القصه. لكن انت عندك قصص تانية، عندك قصص تانية كتيرة قوي قوي قوي. يعني ربنا يستر، حقيقي ربنا يستر. المجلس ما بيطلع من فحرة يخش في دحضيرة زي ما بيقولوا، والمشاكل ما بتخلص. نتمنى ان الزمالك لما يشوف موضوع التسويات دي، عشان ما نتفاجئش بعقوبات اكبر واكبر واكبر. جمهور الزمالك مش ناقص.